TB3 طائرة مسيرة تركية تتأهب للسماء في معرض مراكش الدولي. تعرض شركة بايكار التركية لتكنولوجيا الدرونات على هامش مشاركتها في النسخة السابعة من معرض مراكش الدولي للطيران أحدث طائراتها المسيرة. يتعلق الأمر بطائرة بيرغدار TB3 المصممة للهبوط والإقلاع على حاملات الطائرات بفضل أجنحتها القابلة للطي والمزودة بذخائر جو وأنظمة موجهة تزيد في فعاليتها الهجومية والاستطلاعية. ويصل طول بيرغدار TB3 التي تم عرض نسخة منها في فضاء عرض الطائرات والقطع العسكرية بالقاعدة الجوية لمراكش التي تحتضن المعرض إلى أكثر من 8 أمتار، ويتجاوز ارتفاعها أكثر من مترين، فيما يبلغ الطول الإجمالي لجناحيها حوالي 14 متراً. ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع قرابة 1600 كيلوغرام، مع قدرة على التحمل والطيران أزيد من 21 ساعة. وحسب وسائل إعلام تركية، اجتازت هذه الطائرة المسيرة بنجاح اختبارات الأداء والطيران على ارتفاعات مختلفة، إذ تجاوز ارتفاعها خلال هذه الاختبارات أزيد من 36 ألف قدم. ونقلت المصادر ذاتها عن هالوك بيرغدار الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة أن بيرغدار TB3 دخلت خط الإنتاج أواخر الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ تركيا في تصديرها إلى الخارج في غضون الأشهر الستة المقبلة. ويعد المغرب من الدول الإفريقية التي تشغل طائرات بيرغدار TB2 التي تنتجها شركة بايكار. وتشير مصادر متخصصة إلى امتلاك الجيش المغربي حوالي 20 نسخة من هذا النوع من المسيرات من مجموع أكثر من 230 درونة، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث امتلاك هذه الأسلحة التي ساهمت في تغيير طبيعة الحروب وساحاتها، كما ساهمت في خفض تكلفتها البشرية والمادية. وأجرى الفريق الأول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية في اليوم الثاني لمعرض مراكش إيرشو رفقة ضباط سامين في الجيش المغربي زيارة لمختلف أرواق المعرض شملت رواق الشركة التركية المذكورة، إذ تم اطلاعه من طرف القائمين على الرواق على مختلف مميزات وخصائص المسيرات الحديثة التي تنتجها هذه الشركة. جدير بالذكر أن شركة بايكار للصناعات التركية تنتج عدداً من الطائرات المسيرة على غرار طائرة بيرغدار كيزيلما وبيرغدار أكينجي وبيرغدار كالكان التي تستعملها عدة جيوش حول العالم، وسط جدل كبير حول مدى فعالية هذه الدرونات في بعض ظروف وساحات الحروب، خاصة الساحة الأوكرانية، إذ تدفع موسكو بفشل طائرات بيرغدار الأوكرانية أمام أنظمة الدفاع الجوي الروسية، بينما تؤكد كييف نجاحها في نسف دفاعات الجيش الروسي.